صباح القمر عليكم. كل فتره كده بعمل جرد المستلزمات الحلويات اللي عندي عشان اشوف ايه اللي ناقصني وايه الحاجات اللي اوريدي عندي عشان ما اكررهاش تاني. تعالوا نشوف بنعمل ايه ونقول شويه نصايح واحنا بنرتب الحاجه. انا بجيب حاجتي بالشكاير وبقسمها كيلوات او علب. سواء العلب او الاكياس مهم جدا ان احنا نكتب عليهم علشان في حاجات مشابهه زي الكريم شانتيه زي السكر الباودر زي السبونج الفانيلا قريبين جدا للشكل من بعض، عشان كده لازم اكتب. طيب الناس المبتدئين مش لازم نجيب يا جماعه شكاير او حاجات كتيره او كميات كبيره، خصوصا ان احنا لسه ما نعرفش المبيعات بتاعتنا هتكون عامله ازاي. ودايما نصيحتي للناس اللي لسه بادئين مشروعهم ابداوا بكميات قليله. طيب السؤال اللي بيتكرر لي كتير يا فاطمه، اقدر ابدا مشروعي بقد ايه؟ نقدر نبدا بكيلو كريم شانتيه، 2 كيلو سبونج فانيلا، 2 كيلو سبونج شوكليت، وعلبه شوكليت سبريد، وربع كريسبي شوكليت. ونصيحتي بقى ممكن نبدا ميني تورته، يعني نبدا نعمل ميني تورته بس مش تورت كبيره. طب ليه نبدا ميني تورته؟ عشان خسارتها قليله، خصوصا الناس اللي لسه مبتدئه ما بتبقاش عايزه تخش في ريسك اللي هو انا ممكن اخسر خامات، خصوصا ان الخامات دلوقتي غاليه جدا. ونصيحتي لاي حد بنشتغل من البيت يا جماعه لازم نجيب خامات هاي كواليتي. وبس كده، باي باي.